السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلابنا تالتة ثانوي، يا رب يكونوا بخير إن شاء رب العالمين. هنمسك كتاب بيان بإذن الرحمن، نحل سؤال سؤال وفكرة فكرة، وقلمنا معانا وكشكولنا وكتابنا، ونستعين بالله. بسم الله. التقويم الأول دي أول طبعا الوحدة الأولى وحدة النحو، وانا عندي في الوحده ديت يا وساد اللي هي النطق والاملاء. فتعالى اما نشوف خطوه بخطوه ازاي احل سؤال نحو جاي لي على الوحده الاولى بكل الدروس اللي فيها. يلا بينا. اوعى تنسى البدء بحمد الله ثم السلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقلمك في ايدك وكراستك واكتب ورايا في كل سؤال معلومة مهمة جنب كل سؤال. السؤال الأول بيقول: احرصوا أبنائي على طلب العلم وإلا. يلا بينا. وخط تحت كلمة وإلا. حاضر يا مستر، وهقول لك ليه دلوقتي. وإلا نتخلف عن ركب الحضارة. ميز نوع الأسلوب الذي بين القوسين اللي هي كلمة وإلا نتخلف دي. تعال اما اقول لحضرتك قاعدة مهمة جدا. هيقابلني كلمة اسمها كلمة إلا. هقول لها انت أني واحدة في التوأم، عشان هما اتنين توأم. واحدة اسمها إلا بقول عليها أداة شرط جازمة، والتانية بقول عليها حرف استثناء. بقول عليها حرف ايه؟ استثناء. ايه اللي بيحصل؟ تعال اما اشرح لك. يلا الكلام بيقولوه ازاي. يلا يا سيدي. اولا هيقابلني سؤال اي جمله فيها الا. يبقى الا دي حاجتين اتنين: اما اقول عليها اداه شرط جازمه، واما اقول عليها حرف استثناء. وانا اعرف منين يا مستر؟ هقول لحضرتك بكل سهوله. بص على اللي بعد الا. لقيت بعدها الا جاي بعدها فعل، يبقى اقول على الا دي اداه شرط جازمه. لقيت جاي بعد الا، لقيت جاي بعدها اسم، قول عليها حرف استثناء لا محل له من الاعراب. عادي جدا. فعل يبقى الا اداه شرط، اسم يبقى حرف استثناء. الا لو جاي بعدها فعل تبقى اداه شرط، وساعتها تبقى مكونه من حاجتين: اداه الشرط ان زائد لا اللي هي اداه نفي. يبقى الا الشرطيه كانت مكونه من حاجتين: ان زائد لا، دخلوا ببعض بقت اسمها الا. بقت اسمها ايه؟ الا. طب حلو، مفيش مشكله. نرجع تاني ونشوف يا استاذي ايه اللي كان جاي بعدها. الا نتخلف. ايه ده طلع فعل مضارع. يبقى القاعده بتقول الا جاي بعدها فعل، يبقى الاسلوب ده اسلوب شرط. يبقى الاسلوب اسلوب شرط. طب نتخلف فعل مضارع مجزوم بالسكون. من اللي جزمه؟ الا. يبقى ركز في الا لو سمحت. السؤال الثاني: ينبغي عليكم ألا تتوانوا في أداء واجباتكم وإلا تندموا. بتعرف لا بلاش تغني طبعا أكيد يعني. بتعرف تقول كلمة هقولها لك شوية. طيب سيبك من اللي فات ده كله ملوش أي لازمة. افصليه يا دكتورة، اعملوا كت. قول معايا: إلا بتجزم ألا بتنصب. إلا بتجزم ألا بتنصب. إلا بتجزم ألا بتنصب. ألا وإلا تندموا تتوانوا. الاتنين دولت أسماء ولا أفعال؟ أفعال. ألا بتنصب إلا بتجزم. يبقى الأول فعل مضارع منصوب والتاني فعل مضارع مجزوم. يبقى الإجابة رقم ج.
الا بتنصب الا بتجزم. تتوانوا فعل مضارع منصوب بحذف النون، والا تندموا فعل مضارع مجزوم بحذف النون. يلا يا سيدي، الا تستثمروا، ثانيه واحده، تستثمروا اسم ولا فعل؟ فعل. يبقى الا شرط ولا استثناء؟ جدع، برافو عليك. الا جاي بعدها فعل تبقى اداه شرط. الا تستثمروا الوقت جيدا وتبذلوا جهدا كبيرا، ايه اللي هيحصل؟ فقد قصرتم وتهاونتم. فقد قصرتم. يبقى مين اللي كمل المعنى؟ جواب الشرط فقد قصرتم. طب كويس قوي. بين اسلوب الشرط. حاضر. اسلوب الشرط مكون من ايه؟ اداة شرط، فعل الشرط، فعل جواب الشرط. يلا. متى؟ هتجيلي مرتين، فعشان كده ما تسرعش. هل هي اداة شرط ولا اداة استفهام ولا ايه بالظبط؟ تعالى ما اقول لك. متى تتقن عملك فتكسب ثقة الناس. الغشيم هيتسرع، يقول لك من عندي جواب الشرط يقترن بالفاء. جواب الشرط يقترن بالفاء لما يكون جواب الشرط جاي مع قد او السين او سوف. انما هنا في قد لا، في السين وسوف لا. يبقى الفاء جايه مع تكسب. تكسب ده فعل مضارع، يبقى تكسب فعل مضارع عادي، لا جاي معاه سين ولا سوف ولا قد ولا اي حاجه. يبقى انا اصلا ما اقدرش اقول على الفاء دي فاء الجزاء. يبقى ده مش اسلوب شرط. ده مش اسلوب شرط. من اداه شرط، ماشي مفيش مشكله. من يهمل عمله ايه؟ نادم لا محال. لو ده بقى نادم لا محال، نادم ده اسم ولا فعل؟ اسم. يعني جواب الشرط طلع اسم، يبقى كان لازما يقترن بالفاء. ما هي الفاء بتيجي مع الجمله الاسميه، يبقى ده غلط. اتق الله في سرك وعلانيتك والا تهلك. ايه ده؟ تهلك ده ايه؟ فعل. والا لما يجي بعدها فعل احنا لسه كاتبينها، يبقى الا دي اداه ايه؟ شرط. ما يندم احد. ما يندم احد ده اسلوب نفي. اسلوب نفي مش شرط. امال فين اسلوب الشرط؟ الا جاي بعدها فعل تبقى الا دي اداه شرط. الا اداه شرط جازمه. طب يا مستر، انت بيجي بعد ادوات الشرط حاجتين، فعل الشرط وفعل جواب الشرط. هنا جاي بعد الا كام فعل؟ فعل واحد بس. خد بقى المعلومه اللي بتقول لحضرتك، يلا ما نكتبها كده. اول ما تلاقي جاي بعد الا جاي بعدها فعل واحد فقط بس، روح على الفعل ده وتقول عليه جواب الشرط. امال ايه اللي اتحذف؟ وهنا كان في حاجه اللي هي مين؟ فعل الشرط محذوف جوازا. يا خبر ابيض. عشان كده قابلنا في السؤال جاب لنا الجمله فيها الا وقال لك قدر المحذوف. مين اللي بيحذف؟ نهار ما اشوف الا اداه شرط وجاي بعدها فعل واحد بس، يبقى الفعل ده هو جواب الشرط. اما فعل الشرط محذوف، ولو قال لك حكم الحذف هتقول له جوازا. يبقى متى يحذف فعل الشرط؟ فعل الشرط بعد الا جوابا، وجوبا، جوازا يا مستر. يبقى يحذف فعل الشرط جوازا. تعال بقى ما نرجع تاني كده ونشوف السؤال كان بيقول ايه. كان بيقول اتق الله في سرك وعلانيتك والا، انت عارف الجمله دي كان اصلها ايه؟ والا تفعل تهلك. والا اداه شرط، تفعل فعل الشرط، تهلك جواب الشرط. يبقى اذا حذفنا فعل الشرط وخلينا جواب الشرط. متى يحذف فعل الشرط؟ بعد الا يا استاذ.
مدحت المدافع عن الحق بقولي نعم نقط المنافح. اكتب معايا، نعمة فعل تعجب، فعل ماضي جامد. نعم نقط المنافح، بتمدح مين؟ المنافح ده اللي كنا بنسميه المخصوص بالمدح. بيعرب ايه يا استاذي؟ مبتدأ مؤخر او خبر لمبتدأ محذوف. فاضل مكان النقط، هتحط كلمة ايه؟ امرؤ ولا امرأ ولا ايه بالظبط؟ بص يا سيدي، اللي قدامك في الاختيارات ده نكرة ولا معرفة؟ نكرة، صح؟ اهي، ما هو مش جايبها بألف ولام. خد القاعدة، لو أنا عندي كلمة نعمة، يلا يا سيدي نكتبها هنا أحسن. نعمة وإيه؟ وبئس. لما ألاقي مكان النقط فاضي وعاوز أحط كلمة والكلمة دي تطلع إيه؟ نكرة. أي نكرة بتيجي بعد نعمة وبئس اعربها وأنت مغمض تمييز. اعربها وانت مغمض تمييز. اي نكره بتيجي بعد نعمه وبئس تمييز، والتمييز ماله؟ منصوب، يبقى الهمزه على الالف، يبقى الاجابه رقم ج. نعم امرأ يبقى تمييز. كويس قوي. تعالى بقى اما نشوف حضرتك كده اللي بعده. يلا بينا. حد من قال الجمله التي بها كلمه مبدوءه بالف وسط؟ مفيش مشكله. ألف الوصل، أول حاجة لازم تعرف إن ألف الوصل هي الألف اللي في أول الجملة، في أول الكلمة. الألف اللي في الأول، اللي في الأول الكلمة أولها ألف، يبقى أنا تمام. توكل على الله. ألف ما فيهاش همزة، ألف بدون همزة، ألف بدون همزة. يلا بينا. استفدت من قراءة التاريخ. عاتب أخاك بإحسانك إليه، كن صدقا وأدي عملك، إياكم وفلتات ألسنتكم. فين الألف اللي ما فيهاش همزة؟ كلمة استفدت. دي إجابة نموذجية جدا وإجابة صح، بس محتاجة شرح. استفدت فعل ماضي، يلا نكتب استفدت فعل ماضي. وأي فعل ماضي عشان أقول عليه قطع يعني كده أو وصل لازما الأول أعد حروفه. عد حروفه. الضمائر لا تحسب، يبقى الفعل استفدت، التاء دي تاء الفاعل لا تحسب، يبقى الفعل اسمه إيه؟ استفاد. فعل ماضي، عد حروفه 1 2 3 4 5 6، يعني طلع فعل ماضي سداسي. وأي فعل ماضي سداسي قول عليه وانت مغمض وصل. أي فعل ماضي خماسي سداسي قول عليه وصل، يبقى الوصل كلمة استفدت. ولو قال لك ليه قول له لأن فعل ماضي سداسي. كويس. ميز الجملة التي بها اسم، يبقى لازم أن يكون اسم مش فعل أو حرف. رقم 1، وركز مع نوعية الكلمات اللي جالك في السؤال. اسم ومبدوء بهمزة قطع، يعني ألف كده أو ألف كده أو مد، هو ده معناها. اسم مبدوء بهمزة قطع، يعني الثلاث أشكال دول، بس لازم يكون اسم. كل الأسماء اللي ربنا خلقها بهمزة قطع ما عدا 9. قالوا لك لا احنا هنبقى وسط. كلمة اسم، ابن ابنة، امرؤ امرأة، أيم الله أيمن الله، اثنان اثنتان. الصدق اسم أوله ألف ولام، أي كلمة أولها ألف ولام تبقى وصل، يبقى غلط. إلى حرف غلط. الجنة أولها ألف ولام، وأي كلمة أولها ألف ولام تبقى وصل. أكرم ده فعل. ما الغنى أولها ألف ولام تبقى وصل. إلا حرف مش اسم تبقى غلط. التدبير ألف ولام تبقى وصل. إذا عرفت طريق الحق، الحق فيها ألف ولام تبقى وصل. إلزم فعل، إحنا عاوزين اسم. إيه يا مستر ده؟ هو فين؟ صح، من أنت ليك حق.
ما هو انت ما تعرفش، ما اعرفش يا مستر ان انا عارف كل حاجه، ده انا بيسموني في البلد ترعه المفهوميه. بس انت ما تعرفش يا ترعه المفهوميه يا فيلسوف البني ادمين ان انا عندي اسم بس انت اول مره تسمع عنه. مين ده؟ اذا يا مستر ده انا واخدها في النحو في اعدادي مع مس ميرفت، كانت بتقول لي يا حمودي اذا اداه شرط غير جازمه. ما انا عارف، ونسيت تقول لك ان اذا اسم. ليه؟ لان اذا في اللغه العربيه ظرف، والظرف في اللغه العربيه من ضمن الاسماء والظرف في اللغه العربيه من ضمن الاسماء. عمرك سمعت عن كلمه في اللغه العربيه اسم اسمها اذا؟ اذا اداه شرط غير جازمه، اذا اسم شرط، ده الصح. ليه؟ لان اذا ظرف، والظرف من ضمن الاسماء، يبقى الاجابه رقم ج. ولو سالك فين هتقول له كلمه اذا. ودي المعلومه الجديده. السؤال اللي جاي حلو قوي. استغفر الله واستغفر الله. لا يا مستر، اولا الف س ت من غير همزه، استغفر الله ده فعل امر لو من غير همزه. اما لو اوله همزه يبقى استغفر الله يبقى فعل مضارع. رقم واحد. رقم اتنين، الالف س تاء في الاول من غير همزه يبقى وصل. استغفر الله فعل امر سداسي لانه من الفعل الماضي استغفر. اما استغفر بهمزه، الهمزه اللي بتيجي مع الالف والسين والتاء دي همزه المضارع يبقى فعل مضارع. يبقى الاجابه رقم ب. استغثت بالله فاطمأن قلبي. لماذا كانت همزه استغثت فاطمأن وصل؟ اولا هي اسم ولا فعل؟ فعل. ماضي ولا مضارع ولا امر؟ استغثت فاطمأن، يبقى الاثنين دول فعل ماضي. اعمل ايه يا مستر عشان اعرف اجاوب؟ اي فعل ماضي عد حروفه. استغثت الضمائر لا تحسب، يعني الفعل ده كان اصله ايه؟ استغاث. كلمة اطمأن هي اطمأن. يلا يا سيدي، استغاث واطمأن فعل ماضي عد حروف. استغاث الف س ت ستة. واي فعل ماضي لسه ملك القاعده، اي فعل ماضي 6 حروف يبقى وصل، يبقى ماضي سداسي. يبقى اشطب على دي. اطمأن يلا عد حروف. 1 2 3 4 5. الله، خماسي يا مستر. يا سلام، دي انت فعلا ترعه المفهوميه. بس ما طلعتش فيلسوف البني ادمين، ده انت طلعت زي ما قالوا في الفيلم فيلسوف مش عارف ايه. ليه يا مستر كده بس؟ كسر الخواطر وده شمالة الخواطر ده. قلت لك يا ولد انا عامل لمصلحتك يا ولد، ولا لما بشد عليك يعني وعاوز ارزعك في الجدار، مش عشان مصلحتك، عشان ما تقبض مرتب كده في اول الشهر 30 40 الف تقوم تقول له خد يا مستر 13 جنيه هم لانك انت علمتني حاجه. اسمعني بقى يا ترعه المفهوميه. اللي يجي على الناس ده مش هيسلم ابدا. المهم ايه يا مستر الغلط؟ اطمئن انا عديتهم كويس الف ارنب، الطاء مش عارف طائره، المهم عديت له 5. قلت لك يا ولا لو سمحت في حاجه هتجيبك على وشك. ايه اللي هيجيبك على وشك؟ الشده. الحرف اللي فيه شده، يعني هم حرفين دخلوا في بعض. اطمئن النون مشدده. خلي بالكوا يا طلبه ثانوي بالله، اكتبها كده عندك في الكشكول. خلي بالك من الحرف المشدد. اطمئن ماله 5 لا 6.
لان النون مشدده، يبقى الاثنين ماضي سداسي، يبقى الاجابه رقم الف هي الاجابه الصح. خلي بالك من الشده. قال احمد محرم: انتم لها امل ترعاه ساهره فما تنام ولا تألوه اقبالا. همزه اقبال همزه قطع ليه؟ اولا هساله سؤال: اقبال ده اسم ولد ولا بنت ولا مصدر؟ قال لك لا، اقبال مصدر مش ولد ولا بنت، يبقى كلمه اقبال طلعت مصدر. ادي رقم واحد عشان احل صح. طب المصدر هو بيسالني قطع ليه؟ قلت له المصدر عشان اعرف هو ليه قطع لازم أنا اجيب الماضي بتاعه الاول. رحت لكلمه اقبال، قلت لها ايه اولك؟ قالت لي اقبال. قلت لها المستر بيقول لي اي حاجه اولها ماضيها اعلام اعلم، افهام افهم، اقبال اقبل. اوعى تقولي قبل، لا، اللي اوله يبقى الماضي بتاعه كان يبقى اقبل. يبقى اي مصدر عشان اعرف قطع الوصل اروح اجيب الماضي بتاعه. الماضي بتاعه اقبل. عد حروفه 4. طب اكتب ورايا: اي فعل ماضي ثلاثي رباعي قطع. يبقى كلمه اقبال مالها مصدر، الماضي بتاعها طلع كام؟ 4، عشان كده بيقولوا مصدر رباعي. يبقى الاجابه مصدر رباعي عشان خاطر الماضي بتاعه رباعي. الماضي بتاعه رباعي، يبقى لما يديني مصدر اروح اجيب الماضي، بس المهم اوصل للماضي صح. يلا يا سيدي. بيقول لحضرتك: أدوا رسالتها واقتلوا بانتها وامضوا سراعا إلى الغابات أرسالا. بأي سبب اختلاف رسم الهمزة على الترتيب؟ أدوا وامضوا. أولا أدوا وامضوا فعل أمر. أعمل إيه؟ أهلا وسهلا، حصل لنا الشرط. الفعل الأمر ما أقدرش أقول عليه قطع ولا وصل إلا لما أعمل نفس اللي عملته دلوقتي، أروح أجيب الماضي بتاعه. يلا أنا مش هكتب كل حاجة، أنا هقول بالبق كده وأنت هتكتب ورايا. أي مصدر نحدد القطع والوصل إزاي؟ عن طريق الماضي. أي فعل أمر قطع ولا وصل، روح هات الماضي بتاعه. روح هات الماضي بتاعه. يلا بينا. أدوا، الماضي بتاع أدوا هكتبها جنبها أدى. البتاع امضوا، امضوا سراعا يعني امشوا، الماضي بتاعه مضى. أدوا الماضي بتاعها أدى، يؤدي أدي. مضى يمضي امضي، يبقى امضوا ماضيها مضى. أدوا أدى، جبت الماضي عد. أدى 1 2 3. تاني يا ترعة المفهومية يا فيلسوف البني آدمين. الدال مشددة. وخلي بالك لأن والله مشكلتك يا طالب يا شاطر الشدة دي في يوم من الأيام. يبقى شدة، يبقى كم حرف؟ يبقى رحت جبت الماضي طلع رباعي. امضوا ماضيها مضى، الماضي طلع كام؟ ثلاثي. يلا اكتب القاعدة. أنا مش هكتب حاجة بقى، اكتب معايا أنت، ابذل شوية مجهود. أي فعل ماضي، أي فعل أمر، عاوز أعرف إن كان قطع ولا وصل ليه؟ أجيب الماضي بتاعه. طلع الماضي بتاعه 4. طلع الماضي بتاعه 4 حروف، يبقى الأمر ده قطع. ولو سألني ليه هقول له لأن الفعل أدوا أمر ماضيه رباعي، فبيسموه ساعتها يا أستاذي أمر الرباعي على حسب الماضي بتاعه. يبقى دي غلط. يبقى أنا ما بروحش أقول عليه ماضي، أنا بقول عليه أمر. أمر كم حرف؟ الماضي بتاعه هو اللي هيقول لي. أمر الرباعي. امضوا
فعل امر الماضي بتاعه كام؟ ثلاثي. اكتب القاعده، اي فعل امر اجيب الماضي بتاعه يطلع 3 أو 5 أو 6 يبقى وصل. يبقى الفعل الامر الماضي بتاعه طلع كام؟ ثلاثي. الماضي بتاعه طلع خماسي. الماضي بتاعه طلع سداسي، يبقى وصل. يبقى ادوا امر الرباعي، واما امضوا امر الثلاثي. يبقى انا بحسب حروفه على حسب الماضي بتاعه. مفهومه دي؟ يبقى القاعده بتقول الفعل الامر الرباعي قط. يعني ايه امر رباعي؟ ما تروحش تعد حروفه هو، تعد حروف الماضي بتاعه. طب يعني ايه امر ثلاثي؟ ما تعدش حروفه هو، لا، عد حروف الماضي بتاعه. الماضي بتاعه طلع 3 5 6 يبقى وصل. الماضي بتاعه طلع 4 يبقى ده الوحيد اللي بقول عليه قطع. عرفت قاعدة الأمر؟ يا رب تكون عرفتها. ومن يتهيب صعود الجبال والدهر. ميز نوع ال على الترتيب. الجبال، الدهر، شمسية ولا قمرية؟ معرفش. ما أعرف إزاي يا مستر؟ الحرف اللي بعد الألف واللام هو اللي هيحدد. لو أنا عندي كلمة أولها ألف ولام، الحرف اللي بعدها على طول هو اللي يقول لي. لو اللي بعد اللام حروف ابغ، حجك، وخف، عقيمة، لو اللي جاي بعد اللام ألف ب غ ح ج كاف عين قاف ياء ميم ها، لو واحد من الحروف دي يبقى اللام دي قطع. الجبال حجك، الجيم اهي، يبقى الالف واللام ديت مالها؟ قمريه. عفوا قمريه، انا قلت قطع، معلش انا اسف. لو الالف واللام جاي بعدها واحد من الحروف دي يبقى اللام دي قمريه. طيب الدهر، ايه اللي جاي بعد اللام؟ الدال. الدال من حروف ابغي حجك وخف عقيمه؟ لا، يبقى الالف واللام دي شمسيه، يبقى قمريه وشمسيه. ايه رايك في كلمه الله؟ تقول لي الله، اللام هي مثل نطقها، لا يا ترعه المفهوميه، اللي جاي بعد اللام بتاعت الله لام كمان. انا بحكم مش بالنطق، بالفهم. اللي جاي بعد اللام لام، اللام من حروف ابغي حجك وخف عقيمه؟ لا، طالما اللي جاي بعد اللام مش من حروف ابغي حجك يبقى اللام بتاعت كلمه الله شمسيه. خلي بالك. يبقى اذا من خلال الحرف اللي بعد اللام هو اللي يحدد. انسى الاساءه واذكر الاحسان، والا تكن مسيئا للاخرين. اجعل الخطاب للمثنى. واحد، مثنى يعني هجيب الف الاثنين. اكتب معايا الف الاثنين تجيب حرف العله تاني. يلا، انس، يبقى انسايا، حرف العله يرجع تاني، انسايا. الاساءه، واذكرا. الإحسان، وإلا. ألف الاثنين ترجع حرف العلة تاني، وإلا تكونا. وألف الاثنين دي هتكون في محل رفع اسم كان. مسيء خبر كان منصوب، تكون مسيئين. مسيئين، مسيئين للآخرين. مسيئين تعرب إيه؟ خبر كان منصوب بالياء. تكونا إديت إلا أداة شرط جازمة. تكونا فعل مضارع مجزوم بحذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. وليه قلت عليه من الأفعال الخمسة؟ لأنه اتصل بألف الاثنين، ما أقولش تكونان. وألف الاثنين ترجع حرف العلة تاني. يبقى إذن انسيا فعل أمر مبني على حذف النون، واذكرا فعل أمر مبني على حذف النون. يبقى انسيا اذكرا فعل أمر مبني على حذف النون لاتصال بألف الاثنين، إلا أداة شرط جازمة.
يبقى اللي بعدها مجزوم بحذف النون لاتصال بألف الاثنين مسيئين، يبقى إذا منصوب بالياء، والهمزة تكون على نبرة. يبقى إذا ده يا أستاذي إجابة النموذج الأول من نماذج الوحدة الأولى كتاب بيان. نلقاكم إن شاء الله على خير في النموذج الثاني مع قواعد جديدة. قلمك في إيدك، استعن بالله واصبر، والله يتولى عباده الصالحين المؤمنين. جعلني الله وإياكم منهم في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.